السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة وصفة وتريك. إن شاء الله النهاردة هقدم لكم أكتر من وصفة من الجزر بكل تريكاته، وهنعمل عصير الجزر من غير عصارة ولا حتى هنسلقه، غير المربى اللي قوامها إن شاء الله هيطلع معاكي مظبوط، والمهلبية الدايبة وحاجات تانية كتير. يلا بينا نسمي الله ونبتدي على طول. بسم الله، توكلنا على الله. أول حاجة وانتي بتشتري الجزر لازم تشتري الجزرة اللي يكون حجمها كبير علشان ما تهدرش معاكي قشر كتير. وما تقلقيش، الجزر اليومين دول في السوق كله كويس، لأن ده أصلا الموسم بتاع الجزر، فمش هتلاقي جزر من جوه شايخ، أو هتلاقي إن الجزرة الكبيرة طعمها مش مسكر. هنقطع الجزر تقطيع المخلل العادي، وأنا معايا هنا برطمانين. البرطمان الكبير ده إن شاء الله اللي أنا هعمله مخلل، وهفتح عليه بعد فترة طويلة، يعني إن شاء الله نفتحه مع بعض على رمضان. طب احنا عشان نحط المية ونحط المكونات اللي هنحطها في المية ونحطها على المخلل، لازم تكون المية معانا مغلية وباردة خالص. اللتر الواحد من المية بيتحط له 4 معالق ملح، بس الأربعة مش مليانين، وهنحط معلقة واحدة بس من السكر. أما بالنسبة لهرسة الشطة أو الشطة نفسها فديت اختياري على حسب رغبتك، لو كنتي بتحبي الحاجة حراقة ولا بتحبي الحاجة باردة. أنا مش بحب الحاجة الحراقة، فهحط حاجة بسيطة خالص كمادة حافظة معايا جوه المخلل. التوم كمان معاكي اختياري، لو انتي بتحبي نكهة التوم تكون قوية فانتي هتحطي مثلا 4 أو 5 فصوص توم في البرطمان، لكن لو انتي مش بتحبي أصلا نكهة التوم بلاش تحطي توم في المخلل. هتقلبي كل المكونات مع بعضها كويس قوي، وبعدين تضيفيها على برطمان المخلل، وبكده ان شاء الله يبقى البرطمان الاولاني جاهز معانا. وهنقفله كويس. القفل بتاعه لو انتي غطا البرطمان عندك محكم فانتي هتقفلي البرطمان بالغطا، اما لو كان البرطمان عندك غطاه مش محكم اقفلي على البرطمان كويس بالاسترتش الغذائي، وبعد كده غطي البرطمان وعيني في مكان محكم ومقفول، وحاولي على قد ما تقدري ما تفتحيش عليه إلا عند الاستخدام. ان شاء الله هنعمل دلوقتي بقى البرطمان التاني. البرطمان التاني ده هيكون مخلل سريع. يعني ايه مخلل سريع؟ يعني ان شاء الله خلال اسبوع تقدري تفتحي عليه وتاكلي منه. ايه اللي هيزود من التسريع التخليل بتاع البرطمان؟ اول حاجة ان احنا هنحط مية مغلية تكون لسه طافية عليها حالا، ودي اللي هنضيفها على الجزر. تاني حاجة ان احنا هنضيف الخل، يبقى المية المغلية والخل هما اللي هيسرعولي من عملية التخليل. وزي ما قلنا في المرة الأولانية هنضيف الملح ونضيف السكر وهنضيف الشطة أو هرسة الشطة، أو دي طبعا حاجة اختياري، ولو عايزة تحطي توم برضو ده اختياري. وهتقلبي المكونات كلها كويس مع بعض. نخلي بالنا واحنا بنقلب ان المية سخنة قوي، فلما نيجي نصبها في البرطمان لازم نكون حاطين عازل ما بين الرخامة والبرطمان، ونسمي الله ونصب بالراحة وعلى مهلنا شوية بشوية علشان البرطمان ياخد درجة حرارة المية المغلية. وبعد كده نقفل على البرطمان ونفتح عليه إن شاء الله بعد أسبوع. تاني حاجة هنعملها مع بعض إن شاء الله هي مربى الجزر. أنا بجيب الجزر وأقشره كويس وأغسله، وبعد كده أقطع الجزرة الواحدة ل4. وبجيب السلاح بتاع البشر اللي في الفود بروسيسور. عندي السلاح ده بيكون ليه ناحيتين، ناحية بتقطع زي البطاطس الشيبسي والناحية التانية بتبشر. أنا هركب الناحية اللي بتبشر وهبدأ أبشر معايا الكمية. أنا هعمل كمية قد إيه؟ هعمل 2 كيلو ونص من الجزر. هبشر كمية الجزر اللي معايا كلها، وبعد كده هنبدأ نشوف هنستخدم لها قد إيه برتقان. لكل كيلو جزر أنا بستخدم برتقانتين. أنا عاملة 2 كيلو ونص من الجزر فاستخدمت 5 برتقانات. أول خطوة خالص هاخد البرتقان وابشر القشر بتاعه، بس وانتي بتبشريه خلي بالك ان انتي ما تاخديش من الجزء الأبيض اللي موجود بعد القشرة البرتقاني عشان ما يمررش معاكي المربى. وبعد كده هتجيبي البرتقان اللي انتي بشرتيه، ال5 برتقانات اللي معانا، وهنبدأ نعصرهم. انتي في المرحلة دي اختياري براحتك خالص. لو انتي عايزة تعملي زيي انا قطعت البرتقان وهبشره دلوقتي، هعصره دلوقتي على العصارة اليدوية. دي حاجة براحتك برضو. لو انتي مش هتقدري تعصريه ممكن تضربيه في الخلاط، بس ساعتها هتبقي عايزة كمية مية قليلة قوي. وبعد ما تخلصيه هتقومي مصفياه كويس جدا من اي شوائب موجودة فيه.
أو براحتك عايزة تضربيه بالهاند بلندر، أي حاجة تكون مريحاكي استخدميها. المهم ان انتي تطلعي كمية مركزة من البرتقال، احنا مش عايزين كمية كبيرة لان لسه الجزر لما هيتحط عليه السكر هيبدأ يسرد المية بتاعته، فكده هيبقى معاكي كمية مية كتيرة جدا. لما تعقدي المربى في الآخر هتبقى كمية السوائل كتيرة ومش هيديكي القوام اللي انتي محتاجاه. بالنسبة للسكر، عندنا السكر من أول 400 لغاية 500. لو انتي على كل كيلو جزر هتحطي 400 جرام سكر، ساعتها هيديكي طعم السكر فيه قليل قوي لو انتي بتحبي الحاجة عذبة. طب لو انتي بتحبي الحاجة معتدلة هتستخدمي لكل كيلو جزر 450 جرام سكر. طب ولو بتحبي الحاجة مسكرة بزيادة يبقى كل كيلو جزر هيبقى عليه 500 جرام من السكر. هنجيب طبق كبير ونبدأ نرص الجزر والسكر طبقات. أول حاجة هنحط طبقة كبيرة من الجزر تحت، وبعد كده نبدأ نرش فوقيها طبقة من السكر بحيث ان احنا نغلف الجزر كله بالسكر. طبعا لو صعب عليكي ان انتي تقلبي الجزر بالسكر مع بعض وتغلفي كل الجزر بالسكر، اعملي زي ما انا عملت كده، طريقة اسهل بكتير من ان انتي تقعدي تقلبي الجزر بالسكر. غير ان الكمية ما شاء الله كبيرة فهيبقى صعب ان انتي تلفيها كلها بالسكر، لكن كده انتي بتضمني ان كل الجزر اتغلف معاكي بالسكر. طب ليه احنا لازم نتأكد ان الجزر كله اتغلف بالسكر؟ لان السكر بيبدأ يدبل معايا الجزر وبيخليه يسرد المية اللي جواه، فكده بقى معايا كمية سوائل كويسة جدا تبدأ انها تسوي معايا المربى. بقى معايا المية اللي هتطلع من الجزر وكوباية العصير البرتقال اللي احنا هنحطها، فكده كمية الجزر كمية المية اللي بقت معانا في تسوية المربى هتكون كمية كويسة قوي انها تسويها معايا للآخر. انا نسيت اقولكوا ان انا جبت الجزر ال3 كيلو ب10، مش عارفة هو عندكوا كام. انا جبته مرة على 3 كيلو ب10 وجبتهم المرة اللي بعدها ال2 كيلو ونص ب10. قوليلي في التعليقات الجزر عندكوا وصل كام. انا شايفة ان ده انسب وقت ان احنا نبدأ نشيل فيه الجزر لان فعلا سعره مناسب قوي في السوق. وهنرجع تاني نكمل مع بعض الطبقات كلها لغاية لما نخلصها، وبظهر المعلقة هنبدأ نضغط على كل الجزر عشان نبدأ نقلل حجمه شوية في الطبق، لأن بعد ما الجزر هيقعد شوية هتبدأ الكمية دي كلها تقل معانا تقريبا لتلتين الطبق. لو وصلتي معايا لغاية هنا ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلي زرار الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات ان شاء الله. بعد كده هنسقي المربى بالعصير بتاع البرتقال ونقفل على الجزر بالاسترتش الغذائي ونحكم القفل عليه كويس جدا. طب هنسيب الجزر متغطي قد ايه؟ انا تقريبا سبته من بالليل لغاية الصبح. طب لو انتي عايزة تشتغلي فيه على طول يبقى مش هتسيبيه اقل من 5 أو 6 ساعات. هنا بعد ما طلعته من التلاجة هوريكي دلوقتي هو قد ايه صارت كمية مية كويسة جدا تكفي ان هو يبدأ يستوي بكمية العسل اللي بدأ ينزل ده. بعد ما شلت اول كبشة بصي كمية المية اللي اتبقت معايا في الطبق تقريبا كمية كويسة جدا ان هي ان شاء الله هتسوي معانا الجزر. هنبدأ ننقل كل الجزر اللي معانا في الطبق ونحطه في الحلة اللي ان شاء الله هنسويه فيها، ونرفع الحلة على النار. في البداية خالص النار هتبقى عالية لغاية لما الحلة معاكي تسخن وتحسي ان الجزر معاكي بدأ يسخن وقرب يدخل على مرحلة الغليان. أول ما تلاقي نفسك وصلتي للمرحلة دي هتهدي النار وهتخلي النار من متوسطة لهادية، وإيدك على طول في الجزر باستمرار في التقليب. ما ينفعش أكون بعمل مربى واسيبها واروح أعمل حاجة تانية، لا أنا طول ما أنا شغالة في المربى لازم على طول إيدي فيها بتقلب. أنا هنا تقريبا كان بعد ربع ساعة كل شوية كنت بشيل الغطا علشان أشوف هي عملت ريم على الوش ولا لأ، بس هي ما شاء الله ما عملتش حاجة خالص. انتي لو عملت معاكي أي ريم من على الوش لأن ده اللي بيسبب فساد المربى لازم تشيليه على طول. بعد ما لقيتها الحمد لله ما بتعملش ريم هبدأ أعصر الليمون. هنا الليمون كانت قشره صعبة قوي ما قدرتش اتصور لكم الكمية كلها لأن كنت بصراحة بتعذب في عصره. فانتي أهم حاجة هتاخدي من الليمون المية بتاعته. طبعا عصرت قد ايه؟ على كل كيلو جزر بعصر ليمونة، فأنا عصرت 5 تنصاص من الليمون. وبعد كده قلبت كل ده وعلى النار معايا من متوسطة لهادية وإيدي باستمرار.
وكل ما اقلب شوية ارجع اغطي الجزر عشان قشر الجزر يبدأ يهدى معايا. حطيت كمان 6 من القرنفل، بحط على كل كيلو جزر حبيتين بس من القرنفل. طب لو انتي مش بتحبي نكهة القرنفل ممكن تحطي عود واحد من القرفة، لو انتي هتعملي كمية اقل هتكسري حتة من عود القرفة، يعني انتي هتويميها بعينيكي. ونتنينا باستمرار نقلب في الجزر لغاية لما ما شاء الله نلاقي الجزر بدأ يسرد العسل بتاعه زي ما انتي شايفة في الفيديو بالظبط. حتى بعد ما تقلبي هتلاقي العسل دوت عمال يطلع على الوش. كده المربى معاكي ما شاء الله استوت خالص. في المرحلة دي ما تسيبيهاش اكتر من كده عشان لازم المربى بيكون فيها صوص خفيف. انتي هتقفلي على كده وتسيبيها تهدى خالص، وبعد ما تهدى تبدأي تعبيها. انا المربى ما شاء الله عملت معايا 2 كيلو ونص جزر، عملولي 3 كيلو الا ربع من المربى. حطيت في الطبق هنا كيلو الا ربع، واربع تنصاص شلتهم وحطيتهم في الفريزر. هنعمل دلوقتي مع بعض عصير الجزر بالبرتقال من غير ما نسلق الجزر ولا حتى نستخدم عصارة الجزر. اول حاجة هنعملها معانا، هشغل الفود بروسيسور بنفس سلاح البشر وهبشر 100 جرام من الجزر. طب انا المقدار اللي بيناسبني في عمايل عصير الجزر بالبرتقال ان انا بحط لكل نص كيلو من البرتقال 100 جرام من الجزر. انا بالنسبة لي ده افضل قوام انا بحصل منه على عصير البرتقال بالجزر. بالقوام دوت او بالنسبة دي انا بكون مستطعمة طعم البرتقال وطعم الجزر، ما بتبقاش بالنسبة لي في حاجة طعمها غالب على حاجة. بعد ما أبشر كويس قوي الجزر بسلاح البشر، بشيل سلاح البشر وبحط السلاح بتاع الفرم، علشان أنا عايزة أفرم الجزر كويس جدا، عايزة الجزر يكون معايا ناعم قوي لأكتر درجة تقدري توصلي لها. هنفرم الجزر كويس قوي لغاية لما توصلي للقوام اللي أنا هوريهولك دلوقتي، وده القوام اللي إن شاء الله عايزين نوصله في عصير الجزر بالبرتقال. بعد كده هنبدأ نجيب البرتقال، النص كيلو من البرتقال، ونقشره كويس ونقطعه حلقات عشان نقدر نشيل منه البذر وأي جزء أبيض موجود برا، لأن ده بيسبب معاكي مرارة جامدة جدا في عصير البرتقال. هنضرب البرتقال في الخلاط لغاية لما نحصل على عصير قوامه لا هو خفيف ولا هو تقيل، وبعد كده نصفيه كويس. وبعدين نبدأ ننقل الجزر اللي احنا فرمناه من الكبة ونحطه في الخلاط. خلي بالك ان المرحلة ديت مهمة جدا، ان انتي لما تيجي تضربي الجزر ما تزوديهوش مية، احنا هنبدأ نضرب الجزر بجزء من عصير البرتقال. لو انتي حطيتي كمية برتقال كتيرة قوي الجزر معاكي مش هيتفرم، احنا عايزين نحط كمية صغيرة جدا تقريبا بما يعادل نص كوباية علشان يبدأ الخلاط يفرمه ويحوله لملمس كريمي. لكن انتي لو حطيتي كمية سوائل كتيرة مش هتوصلي خالص للقوام الكريمي بتاع الجزر، بالعكس ده هيبقى ساعتها الجزر معاكي عبارة عن فرافيت جوه البرتقال. لكن كل ما تقللي في الخطوة الأولانية كمية السوائل وتضربي في الخلاط كويس قوي كل ما القوام هيبقى معاكي كريمي وأفضل. وبعد ما توصلي للقوام الكريمي بتاع الجزر هتبدأي تضيفي كل الشفشق الباقي من عصير البرتقال وتحطي السكر المناسب ليكي وتبدأي تضربيهم عشان تعملي ميكس كويس ما بين الجزر وما بين البرتقال. لو وصلتي معايا لغاية هنا ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلي زرار الكل عشان يوصلك ان شاء الله كل الفيديوهات. بعد ما الجزر خلاص انضرب هو والبرتقال حبيت اجيب مصفى واصفيه قدامك علشان تشوفي قد ايه القوام هيبقى كريمي وهيبان معاكي دلوقتي حالا في المصفى ومش هيبقى فيها اي تكتلات. طيب انتي لو بتسأليني ايه رأيك ما بين العصير ده وما بين عصير الجزر ان انا اسلق الجزر واحطه على البرتقال، هقولك في فرق ما بين ده وما بين ده في الطعم وفي اللون. المسلوق بيبقى اللون الاورنج بتاع العصير اقوى، وبالنسبة للطعم انا عن نفسي بفضل طعم العصير اللي بيكون الجزر فيه مسلوق
عن ده، لكن ده ما يمنعش برضو ان هو جميل وبينجز معاكي في وقت ممكن يكون عندك فيه ضيوف او عايزة تعملي عصير لأولادك ومش مالكة مثلا انك تقومي تسلقي الجزر. وهنا اهو بعد ما الجزر كله نزل معايا من المصفى، كل اللي قدامك دلوقتي ده مسحوق كريمي خالص، مفهوش اي تكتلات، كلها عدت من المصفى من غير اي تكتلات تفضل موجودة معايا جوه المصفى. وبألف هنا وشفا. بعد كده هجيب معايا كيلو من الجزر وهقطعه مكعبات واحطه في حلة واسلقه على النار. وبعد ما الجزر يستوي ويهدى هبدأ أعبيه في أكياس، تقريبا كل كيس بحط فيه 100 جرام من الجزر. وبعد ما بعبي الأكياس كلها، مية الجزر اللي بتتبقى معايا ببدأ أقسمها على كل الأكياس اللي أنا عملتها. أنا مية الجزر دي مش برميها خالص، ديت المية اللي أنا هضرب فيها الجزر في الخلاط، لأن أنا كده بعين جزر مسلوق بميته عشان يبقى جاهز معايا لما أخزن إن شاء الله البرتقان في الموسم بتاعه، يبقى جاهز معايا لعصير البرتقان بالجزر. بعد كده نجيب معانا كمية من الجزر ونبدأ نقطعها مكعبات. الكمية دي إن شاء الله إن احنا هنبدأ نستخدمها في التفريزات بتاعة الخضار. أنا هنا بقطع الجزر مكعبات وبقسمه على جزئين، أكياس بحط فيها تقريبا 200 جرام من الجزر، ودي اللي بخزن معاها إن شاء الله البسلة. أنا الوجبة بتاعتي بحط فيها 200 جرام جزر و300 جرام بسلة، ودي بتبقى جاهزة معايا لطبيخ البسلة بالجزر. وكمية تانية برضو بعبيها في أكياس، وتقريبا بحط في الكيس 150 جرام من الجزر. الكمية دي ببدأ أضيف عليها لسه في موسم إن شاء الله تخزين البسلة، هنضيف عليها بسلة وبضيف عليها فاصوليا، وبتبقى الأكياس دي مخصصة معايا إن أنا ممكن أعمل منها شوربة خضار أو أعمل منها تورلي، وساعات ممكن كمان أدخلها في الرز البسمتي. يعني هي بيبقى ليها أفكار كتيرة معايا إن شاء الله نعملها مع بعض. علشان كده بقسم الأكياس عندي على جزئين، جزء للطبيخ وجزء لاستخدامات تانية كتيرة إن شاء الله نعملها مع بعض. وببدأ أعين الجزر في الأكياس بعد ما بفرغ منها الهوا كويس، وبربط الكيس عقدة خفيفة شوية علشان أقدر أفتحه وأضيف عليه بعد كده البسلة والجزر والفاصوليا. آخر حاجة معانا النهاردة هنعملها مع بعض هي المهلبية، اللي إن شاء الله لما تعمليها هتدعيلي عليها لما ولادك يحبوها. هتجيبي نص كيلو جزر وعليهم نص كيلو برتقال. النص كيلو جزر قطعته قطع وحطيته في حلة وهرفعه على النار لغاية لما الجزر معايا يستوي. أهم حاجة الجزر يستوي كويس جدا عشان لما أضربه في الخلاط يبقى القوام بتاعه كريم. وبعد كده هجيب البرتقان، نص كيلو من البرتقان، وهضربه في الخلاط وهصفيه وأبدأ أضيفه في الحلة. في الوقت دوت هبدأ أجيب الجزر وأحطه في الخلاط، وزي ما اتفقنا الخلاط هحط فيه الجزر وأضربه بكمية مية قليلة جدا لغاية لما يبقى القوام كريمي. وبعد كده أبدأ أزود بقية المية بتاعت السليق وأضرب الجزر عادي بيها، وبعدين أضيف الجزر على البرتقان وأقلبهم كويس جدا. في المرحلة ديت القوام معايا مش هيكون خفيف زي عصير البرتقان ولا تقيل قوي زي قوام الجزر، احنا هنوصل لقوام متوسط، وده هيكون أنسب قوام معانا عشان نقدر نعمل المهلبية بقوام مظبوط. هناخد الحلة وهنرفعها على النار. في البداية النار بتكون عالية لغاية لما الحلة تقريبا تسخن معايا، وبعد كده أبدأ أهدي النار شوية وأحط نص كوباية من السكر. حطيت نص كوباية وقلبت كويس لغاية لما دابت، ودقت المهلبية لقيتها لسه محتاجة سكر، فضفت كمان نص كوباية من السكر. هقلب السكر كويس قوي لغاية لما يدوب ويبدأ الخليط يغلي معايا كويس. في المرحلة دي أنا ببقى مجهزة النشا ومدوباه في مية من الفلتر. ما ينفعش أبدا إن أنا أدوب النشا في مية سخنة، لأن ساعتها النشا هيكتل معايا، أو ولا ينفع إن أنا أحط النشا بودر. أهم حاجة إن أنا لازم أضيفه في كوباية وأحط عليه المية. هنا كان معايا ربع كوباية من النشا، دوبتها كويس قوي. في المرحلة دي إيد بتنزل النشا بالراحة والإيد التانية بتقلب بسرعة جدا، لأن النشا لو نزل في مكان واحد من غير تقليب هيكتل معايا جوه الخليط. وبعد ما شفت القوام حسيت إن القوام معايا لسه خفيف شوية، فجبت معلقتين صغيرين كمان من النشا
وضفتهم برضو عليهم معلقتين من المية وقلبتهم كويس، وبدأت أقلب الخليط بسرعة. اوعي الخليط لما يمسك معاكي تطفي النار، لا انتي في المرحلة دي لازم تقلبي شوية لغاية لما النشا يستوي جوه الخليط. هنعزز نكهة الخليط بكيس فانيليا برتقان، ولو ما عندكيش فانيليا برتقان ممكن تستخدمي كيس فانيليا عادي، بس فانيليا برتقان بيعزز جدا نكهة البرتقان جوه الفانيليا جوه بس الفانيليا برتقان بيعزز قوي نكهة البرتقان جوه المهلبية. لو وصلتي معايا لغاية هنا ما تنسيش تعملي معايا لايك واشتراك في القناة وتفعلي زرار الكل علشان يوصلك كل جديد. وهنا حبيت اوريكي قوام المهلبية قد ايه قوامها كريمي، ما هيش قطع، وان شاء الله تعملوها بألف هنا وشفا عليكم.